السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال الشوكولا اللي كتجي البنات. كتجي هاد الكيكه ديال الشوكولا كتجي زوينه، كتجي اسفنجيه، كتجي هشه ومعلكه بالكريمه اللي كنديروا فيها والسقو باش كنسقيوها. كنتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم. المهم دابا غادي نمشي معكم المقادير نيشان. غادي ناخذ هنايا 4 البيضات اللي كيكونوا يعني في الكوزينه. هنايا خديت كاس ديال السكر ديال العنبه، كاس ديال الزيت، واحد كاس ديال الحليب. هذا كاس ديال الحليب كبير شويه. هنايا غادي ناخذ 3 الكيسان ديال الطحين، اي نوع ديال الفورس كتفضلوه، المهم تكون نوعيه جيده. هنايا خديت واحد 4 ديال الساشيات ديال الكاكاو المر، واحد فانيا. هنايا 3 الخمارات حمرين، حيت انا بغيتها تشفيد الكيك شويه، يكون الحجم ديالها شويه عاليه. هنايا كما كتشوفوا انا علاش كنحيد الصوت، لان الابن ديالي كيدخل معايا الكوزينه شويه، راكم عارفين كيكون فيه صداع. هادشي علاش كيبغي يدير اي حاجه. ها نتوما هنايا خديت هاد 4 البيضات اللي غادي نزيد عليهم واحد ساشيه ديال سكر فاني، وغادي نزيد عليهم واحد القبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر سنيده. وغادي نطرب هاد الخليط مزيان. يعني كما كتعرفوا الخليط قد ما كيطرب قد ما كيجي الكيك ديالنا كيجي اسفنجي اكثر. المهم هنايا يوسف اللي دار سكر راسو، قبيصه ديال الملحه كما قلت لكم. غادي نطرب الخليط مزيان مزيان. هنايا خديت كاس ديال الزيت من بعد ما ضاعف الحجم ديال الخليط. خديت كاس ديال الزيت اللي غادي نبقى نضيف فيه تدريجيا اي حاجه، يعني هنايا كنبقاو نضيفها تدريجيا شويه بشويه، يعني خط خط. هنايا البنات نسيت ما قلت لكمش انني غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل، اي نوعيه ديال الخل، خل ابيض ولا خل اي نوعيه ديال الخل عندكم يعني متوفره ديروها. هنايا قلت لكم 4 ديال الساشيات ديال الكاكاو المر، يعني هنايا 24 غرام 26 غرام. يمكن لكم نتوما تضاعفوا الحجم، انا يعني هنايا راه كتجيني هاد الكيكه راه كتجيني اللون اللي بغيت. تقدروا ديروا 30 غرام من الكاكاو المر ديال اللي كتشريوه يعني جاهز. هنايا غادي نضيف 3 الكيسان ديال الطحين، ما غاديش نزيد على 3 الكيسان لان هاد الكيكه كتبغي شويه كتجي شويه، خصها تكون خفيفه ما كتكونش ثقيله. وغادي نستمر في التخليط ديالها. هنايا البنات تقطع ليا المقطع وانا كنخلط. المهم هنايا خديت واحد المول اللي درت ليه ورق الزبده، حيت انا عندي المول شويه قديم، هادشي علاش كنفضل ندير ورق الزبده احسن ما ندهن بالزبده والطحين. سيرتو هاد الكيكه ديال الشوكولاط يعني ما كتبغيوش انكم ديروا لها الطحين، الا كان ورق الزبده كان احسن. هذا هو الخليط ديالنا. كتحاولوا البنات الزيت ديكم الفوق وانتم كتخويو في الكيك باش هذاك الهواء كيخرج، يعني قد ما كتهزوا يديكم الفوق كانت احسن، كتجي يعني ناجحه بحال هكذا. صافي من بعد ما خوينا الكيكه ديالنا كامله. هنايا البنات انا كناخذ هاد المقله الثقيله اللي كندير فيها الحرشه، هي اللي كندير فيها هاد الكيك. هنايا كضربوا ضروري شويه على الكيكه باش كطيح لكم. المهم هنايا غادي ناخذ غادي ندير في الكيكه في الفران. الفران اللي انا كنضيف فيه الكيكه وهو بارد، كنشعل عليه النار من التحت. انا كما كتشوفوا عندي الفران ديال الغاز. المهم اي نوع ديال الفران، يعني سواء ديال الضو سواء ديال الغاز، راه بحال بحال غتشعلوا عليها غير لتحت حتى كطيب الكيكه ديالكم عاد تشعلوا عليها الفوق. هنايا البنات انا خديت واحد الكاسرونه اللي غادي نضيف فيها هاد الكريمه اللي غادي نصايب فيها الكريمه. هنايا غادي ناخذ 2 كيسان ديال الحليب، حليب اي نوع، غادي نضيفهم في الكاسرون. وغادي نضيف عليهم 2 معالق ديال المايزينا اللي نشا الذره. هنا غادي ناخذ واحد 2 ديال هذوك داني الشوكولا. كما كتشوفوا غادي نضيف معلقه ديال المايزينا، يعني ملعقه تكون عامره. غادي نخلط هذا الخليط مزيان وغادي نضيفه على نار مهيله وانا كنحرك فيه حتى يعقد معايا الخليط ديالي. وغادي نرجع معكم. هنا البنات خديت واحد المقله
اللي ضفت فيها واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده باش غادي نصايب الكراميل. غادي نخلي هاد الكراميل ديالي على البوطه يطيب. من بعد ما غادي يطيب البنات غادي نزيد عليه واحد دانون شوكولا دانيت شوكولا، وغادي نبدي كنحرك. هنا نقصت البوطه جبتو للنار صغيره. هنا واخا يتحجر معاكم ما تخافوش عادي، راه كيدوب مع التحراك. هنا تبقاو تحركوا فيه مزيان حتى يذوب لينا هذاك السكر اللي تحجر. بعد ما غادي يذوب غادي ناخذوا واحد معلقه ديال الزبده صغيره، وغادي نبقاو نحركوا في هذيك الزبده مزيان حتى كتذوب مزيان مع داك الدانيت ومع داك الكراميل. وغادي نشدوا هذيك الخلطه وغادي نضيفوها على هاد لاصوص اللي صايبنا، على هاد الكريمه اللي صايبنا. هنايا البنات من بعد ما خلطت الكريمه ديالي مزيان كتجي على هاد الشكل. الصراحه كتجي زوينه بزاف هاد الكريمه وكتجي بنينه، يعني عن التجربه ديالي انا كنفضلها بزاف ديال الكريمات صراحه، هذه كتجيني زوينه. هنا خديت واحد كاس ديال الحليب، ضفت عليه واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، اي نوع ديال القهوه ماشي مشكله. تقدروا تفضلوا ديروا يعني قهوه عاديه، المهم انا درت هذه. هنا بعد ما خرجت الكيك يعني من الفران كيجي على هذا الشكل ديالو. هو تبارك الله جا عالي بحيث انا ديما ما عرفتش واش الفران ولا، المهم كيجيني بحال هكا مشقق. واخا كيجي زوين صراحه الله. هنايا درت واحد الكاسرون درت فيها صوص، درت واحد نوعيه ديال الشوكولات وزدت عليها نص كاس ديال الحليب وذوبته. هنايا البنات خديت واحد الخيط اللي غادي نقطع به هاد الكيك. هنايا غادي نعلم غير الطبقات اللي غادي نقطع، وغادي نقطعها بالخيط بهاد الطريقه بحال هكا. اللي صراحه الخيط كيخليها تجي مقاده في التقطاع ديالها، ما كتخافوش يعني تجيكم طبقه عوجه ولا، كتجي مقاده نيشان. هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا. عفوا. هنا خديت واحد ما عرفتش شنو كتسميوه، المهم هذاك الرمايه باش كنلوحوا الخبز في الفران. انا عندي هذا ديال الحديد هو اللي كنهز به. كما كتشوفوا يعني كيخلي لي الطبقات يجيو مقادين، ما كنخافش منهم كيتهرسوا ما والو. كما كتشوفوا الكيكه يعني كتجي من الداخل مهويه، شوف تبارك الله عرفتي كتجي اسفنجيه ومهويه ما كتخافوش منها. المهم هنايا غادي ناخذ هذيك القهوه وغادي نسقيها مزيان. كيكون تقدروا ديروا قهوه طايبه، تقدروا ديروا قهوه بوحدها بلا حليب. بعد ما سقيت الطبقات انا هنا راه قسمتها على 3 طبقات، غادي نعمر الطبقه الاولى ونسدها ونعاود ندير الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. غتستمروا البنات. هنايا المهم بعد ما سديت الكيكه بعد ما عمرتها وداكشي انا سديتها رجعتها للمول على هاد الطريقه باش غادي نضيف ليها هذيك الصوص ديال الشوكولا اللي درنا. هذيك الصوص هي اللي غتعطيها اللمعه. المهم نخليوها حتى تبرد بعد باش نضيفوا ليها هاد الصوص. كما كتشوفوا هاد الصوص صراحه كتجي كتعطي واحد اللمعه وكتجي زوينه بزاف على هاد الطريقه. انا زينت بهاد الطريقه البنات، المهم كتقطعوا لي بعض المقاطع زينت على هاد الطريقه. كنتمنى ان الفكره تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بلي لايك وزر اشتراك ولي كومونتير. الايفن ديالي ضروري كيخشي يديه في اي حاجه. المهم صراحه كتجي زوينه. انا خديت بيرميسان هنا وخديت هاد العقيق ديال الحلوه واللي زينت به. نتوما تقدروا تزينوا باي طريقه بغيتوا، يعني كتفضلوا انكم تزينوا بها. المهم اهم حاجه هي المذاق، وكتجي انها كتجي زوينه صراحه. المهم انا غادي نجرب معكم هنايا كيفاش كتجي من الداخل. صراحه كتجي يعني كتجي معلكه وخفيفه، كتجي بحال شكل ديال شي كاطو شوكولا يعني. ما كتبقاش هي ديك الكيكه العاديه اللي كنعرفوا ديما، يعني كنبغيو نوعو شويه وفي نفس الوقت راه كتجي اقتصاديه، راه ما كطيحش غاليه. انتما انا مع الابن ديالي وداكشي كيدخل معايا بزاف. المهم صراحه كتجي معلكه من الداخل، وكنتمنى انكم تجربوها وتخليوها ليا في التعليق علاش لا.
وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرًا على المشاهدة.